بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس 16 من دروس شرح متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. لدى نبض وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يقصد وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم. في الرواية النظام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن تعددت روايات هذا الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى خير القرون. قرني يعني ذي الزمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن الصحابة، من بعد زمن التابعين وتابعين بإحسان ليوم الدين. معنى 3 قرون الأولى المشهود لها بالخيرية، والصحابة عليهم الرضوان نبدأ بهم، وخير القرون ذي الوقت أيضا لأنهم شرفهم الله عز وجل بصحبته عليه الصلاة والسلام. رقم 1 الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم شهدوا مواطن التنزيل، يعني كانوا حاضرين وهم يشهدون نزول القرآن. الصحابة عاشن أكد النبي عليه الصلاة والسلام وقيد الشرف القرآن. كان يبغوا بنادم في الدنيا في ساعة الإيمان يسعى شو يسعى، ولكن يقيم وري عاشر أكد النبي عليه الصلاة والسلام. صافي الصحابة يفكسنا ربي الشرف إمي عاشن يذس. ما هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وصاحبه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا. هذا عند الأصوليين. المعنى يس أنه إذا صحبي وين عاشن ذي زمن النبي عليه الصلاة والسلام يملل يذس، عند الأصوليين صاحبه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا. يعني ماشي مثلا يروح يقضى دريون إن زنزيت أو سياقي زنزات سيدي خلصيت يروح أسين كذا صحبي خاطي معنتها ممثل كي الدنيا النار تفضل تحضر التاجر تفضل تروح السنارة وكي السنارة ثم يسلم صح. قال إخوة في الدين، إخوة في الوطنية، إخوة في صحيح لانت هذه الروابط، ولكن إقيمد ليس بالصاحب. أي القرن الصاحب ساحب. والنبي عليه الصلاة والسلام يناد: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرفقة أتفض سمحي الحديث ماشي كان مشطاح إزمرا مشطوح حديث ذا يرفقا أثوين غير فريد نغاث الجن يري فردان ماشي كان مشطاح ذي مقرانا إزما ذي مقرانا أبدا مقران سمحتي يسعى الرفقة شوية كان أثوين غير فريد وتزلارة ولا تزومارة ولا تعشرارة بالك هذه خدمة لي شمثا خاطر يسعى للريزو ينس الشبكة المعارف ينس خصا ربي يهدي الناس جميعا. ولكن لذلك الصاحب ساحب. والصحابة عندهم فضل أنهم سنن النبي عليه الصلاة والسلام عاشن يذس، وكذلك يربثا تجي مسألة مهمة أشرف على تربيتهم. زيد أن الصحابة يعرفون مواطن التنزيل، معناه زران القرآن مد ينزل إلا وان النبي عليه الصلاة والسلام هذه خام كيون الصحابة غادي ينزل فلاس جبريل وغادي ينزل القرآن الكريم.
أصحابي لكيني ينزد الآية تجد خاميو حضرة إيميديا النبي عليه الصلاة والسلام ينزل فلس القرآن النثيد صفي الخيرية ثابتة لهم. والأحاديث استمعتم إلى هذه الروايات: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الأولى المشهود لها بالخيرية. وبعدين شدنا ذاك يكمل ابن أبي زيد القيرواني يبد كأنه يبد شرح الأحاديث: ثم الذين يلونهم وقديسا فيرنسن ثم الذين يلونهم وقديسا فيرنسن. وبعدين وأفضل الصحابة الخلفاء. ذاكي ممكن الناس تسأل: الصحابة كلهم عدول كما قال السادة العلماء وكلهم رضي الله عنهم. أصحابي إذن فذر أديني رضي الله عنهم هكا. ولكن ذاك وأفضل والفضل يتفاضل الصحابة فيما بينهم. لا الوقاذ يومنا ذي مزورة مثلا بكر الصديق يومن ذا مزوارو قرقازن ذو قراش علي بن أبي طالب إثلاوين خديجة بنت خويلد أنت تسنة إثلاوين بها صلى الله عليه وسلم يقومنيس ميمونة بنت الحارث فقيد خالتي سن عبد الله بن عباس. إلى وان ابن عباس يرواد الأحاديث يحضر كاين اللي غاكد النبي عليه الصلاة والسلام اللي غاك خامن فيها عليه الصلاة والسلام أكد ميمونة كيد خالتيس يما سن عبد الله بن عباس اسميس أم الفضل اسميس لبابة أم الفضل بنت الحارث فقي زوجة العباس وأم عبد الله بن عباس، وهي المرأة الثانية التي أسلمت بعد خديجة رضي الله عن الجميع. إذن والصحابة يتفاضلون إذن إما بسبق الإيمان سبق الإسلام أنه قد يحضر مثلا في غزوة بدر البدريون اسم سنة البدريون. لذلك هذه قصة حاطب بن أبي بلتعة اللي نزلت الآية الأولى من سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخر الآيات الأولى في قصة حاطب بن أبي بلتعة. ثم شوت غزيف ذا سمي عمر بن الخطاب ربي النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الصحابة منهم عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة وغيرهم. من بعد ينقشي ثنايا سير تخضم ثم شوت غزيفة الشاهد أمشي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر بن الخطاب إناس يا عمر إن الرجل قد شهد بدرا، يعني إشارة إلى غزوة بدر الكبرى يحضر لغزوة بدر. يا عمر إن الرجل قد شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الحديث يستشهد به ويستدل به في بيان فضل ومقام البدريين ذا أصحاب الشجرة، يعني هناك معايير التفاضل ولكن الصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعين. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون يا ربعة. وبعدين شو دينا أبو بكر هكا كنا على حسب ترتيب السن، ثم عمر بن الخطاب عمر الفاروق، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر. ذاك يعلمنا ابن أبي زيد القيرواني أن نذكر الصحابة بأحسن ذكر. شوف الضبط، هو كتاب فقهي ولكن يخدم المقدمة الطويلة المهمة باش يغدي فيك الأدب، باش يغدي فيك التربية، باش يغدي فيك الذوق الحذاقة. أدفضل أصحابي سوا شو سر رضوان رضي الله عنهم أجمعين. إناد والإمساك عما شجر بينهم، هم بشر إلى وين مخالف الصحابة هم صراحة ولا يمكنني في 1439 2017 2017 نروح نفتح لونكيت نزر مش مخالف الصحابة عندهم مخالف البشر مخالف إلا مخالف ديال الرأي مخالف ديال الفقه مخالف ديال عادي القطعيات ولا شي سنة الخلاف الحمد لله، ولكن ساعة الخلاف إلا مخالف ديال التجارة البشر
ماشي ذي الملائكة، بشر، وهذا الذي يعني يرفع مقامهم ببشريتهم، ولكن ارتقوا إلى أسمق المقامات وإلى أرفع الدرجات. ولكن يعلمنا ابن أبي زيد القيرواني بقوله: والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. شو المعنى؟ ما إلا نكون البشر ما مخلف نسينا نسيي أمكث نفهم ومقارن ساكس لي سيركونسونس اتينيونت الظروف المخففة. أصلا الفلاني بالك يخدم هكا يميكا في كوار في مولانا غير لو عنده غلظن أنوالي ماشي دا كونداني سهل. أسندنا في العذر، أسندنا في الظروف، يعني ثني صوغنا خدمنا كني هكذا. إما إلى الصحابة إذا كنا نلتمس المخارج للناس ونحسن الظن بالناس، فإن الأولى من نحسن بهم الظن الصحابة عليهم الرضوان، وأن نبحث لهم عن أحسن المخارج أكا باش نفهم ذا شو يضرن إجارسا. وبعدين شو ديناك والطاعة لأئمة المسلمين عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا طاعة ولي الأمر واجبة، ولكن في حدود شريعة الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إناد من ولاة أمورهم وعلمائهم، بمعنى العالم الذي يستنبط الأحكام، الذي يعرف أحكام الشريعة، أيضا يستحق الطاعة والاحترام والتقدير واتباع السلف الصالح من الصحابة عليهم الرضوان، وهم خير القرون كما ذكرنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بتعدد الروايات: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه رواية وهي أصح الروايات، إلى غير ذلك. إناد واتباع السلف الصالح. وقد قلنا بأن الصحابة ارتقوا إلى مقام سامق لعدة أسباب: أنهم شهدوا مواطن التنزيل، أنهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم نالوا شرف الصحبة، وأنهم نالوا شرف التربية من المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاستغفار لهم، الصندر العفو نسمح ربهم، وترك المراء والجدال. يعني اللي الجدال أكيد المراء ثم إلا يونادي يخدم المجادلة، الجدال من أجل الجدال بلا معنى وكي مرفوض شرعا، ولكن المقبول شرعا هو الجدال إبرازا للحق وإظهارا له ودحضا للباطل، على أن يكون هذا الجدال بالحجة والبيان، بالحجة والبرهان، لقوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لقوله تعالى في سورة النحل في الآية 125: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا ما ديروا سقردش يري مذانا دي كونفرونتاسيون، مثلا مناظرات، ديالوج، حوارات من أجل الحق، ماشي كان كابوريان، ودائما قادر يسلي زارغيومونس الحجج والبيان. لذلك ربي وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا طبقنا مقتضى هذه النصوص نبحث عن الحق ونخدمه ونعود إلى الحق إذا كنا خلافه أو خلافا له، فالعودة إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل. ماشي ديني وكذا وقيض الرأي اترنالمون وتسوغ الغد قوال نيغ دوال ذوال خاطئ. إذا قبل هذا ما ذي قبل الحق، لكن سينا يونسي العلماء إن يسولاش يري ذي الحق نغير التيذز ولاش تعذوث، ليس بين الحق بيني وبين الحق عداء. بعد شد هنا إناك والجدال في الدين، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون، يعني البدع التي هي بدع، ليس كل ما استحدث بدعة، لا،
ما استحدث في الدين. هنا هذا هو البدعة. مثلا أدي سنلفو يوث حاجة يخلف الدين، هذا سيدي البدعة. أدنوي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضالة وكل ضالة في النار. ولكن ما استحدثه الناس في دنيا الناس من وسائل فهذا أمر محبوب. هميكرو يجي بدعة هذا جديد ولكن وسيلة. أطابياكي وسيلة، الخضاقين شوية الوسيلة، الكليماتيزور وسيلة، كل هذه وسائل. والوسائل عند العلماء الوسائل لا حكم لها، أما الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد. المدينة في الأخير، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، يعني آل البيت رضي الله عنهم أجمعين، وأزواجه يعني زوجات يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين وهن من آل البيت، وذريته ذرية النبي عليه الصلاة والسلام الذرية الشريفة، وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.